قولي. جو حر قوي قوي قوي. طب دلوقتي لو انا بزنس اونر ايوه. وبغير الشركه بتاعتي كل 3 شهور، شركه الماركتنج، هل ده صح ولا لا؟ وبيأثر عليا ازاي؟ غلط، لسبب كون ان انت بتغير الشركه كل شويه، يعني انت اساسا انت كاونر مش عارف ايه الاوبجكتيفز بتاعتك من الماركتنج وانت عايزه ليه. انت كده واحد بتدور على شكل، لكن لو عندك اوبجكتيفز وعندك استراتيجي واضحه يبقى انت اوريدي انت عارف انت عايز ايه من الماركتنج. فبالتالي الناس اللي هتيجي دي اذا هم اللي كانوا هيعملوا الاستراتيجي وفي اوبجكتيفز واضحه فانت ماشي بتimplement. لو بقى الاوبريشن بتاعهم مش حلو فانت عندك خلاص الاستراتيجي في ايدك وانت بتجيب حد تاني مور اكسبرت وكذا يابلاي عليها. لكن فكره التغيير من شركه لتانيه لتالته يعني انت اساسا ما عندكش اهداف واضحه من التسويق، مش واضحه ولا واضحه لك ولا واضحه للشركه، او يو ار نوت الايند، يعني انتوا ما فيش كوميونيكيشن ما بينكم، ما فيش روشته خلاص انتوا الاثنين متفقين عليها. فهي ده البين. فطبعا دي حاجه غلط جدا. الصح ايه؟ الصح ان انا يبقى معايا استراتيجي واضح مبني عليه الماركتنج بتاعي لمده ما تقلش عن 6 شهور، وفي ناس بتimplement. غيرت شركه مره عشان شغلهم مش حلو ماشي، بس كل مره يبقى انت اللي عندك مشكله.